شغاله هتخلص على ايه؟ ازيك يا استاذ هاني؟ ازيك يا كابتن كريم؟ ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ مختفي فين يا استاذ هاني؟ الجو ساقع بقى، قاعدين في البيت. ايه ده، ومش هتروح النادي ولا ايه؟ ليه نروح ده انت النادي في نائب اي رئيس وقت، النادي. مفيش مشكله. لا خالص، ده موضوع ما انت فيهوش. قلقان تروح النادي يمنعوك؟ لا طبعا مش قلقان من حاجه زي دي، لان انا نائب رئيس النادي الشرعي، امم وانا مش راجل جاي معين ولا جاي من اختيارات مجلس اداره، انا جاي مختار من الجمعيه العموميه. ايوه. و... ومن حق الناس تخش النادي في اي وقت، مفيش اي مشكله فيها. لكن الصوت بعد احنا هنا. بنتكلم احنا اه. بنتكلم على اجتماعات مجلس الاداره. اه. اجتماعات مجلس اداره، هو لغايه دلوقتي ما فيش اي اجتماعات مجلس اداره اتعملت. امم يا دوبك امبارح بس هم اللجنه الاولمبيه اعتمدت نتيجه الانتخابات. نتيجه الانتخابات وتشكيل المجلس الجديد. امم بس فما فيش جديد يعني. بس انت لازم تعملوا اعتقد اجتماع يوم 24 او 25. قبل يوم بالظبط، قبل يوم 24، لان لازم يكون قبلها بشهر. امم ده القانوني. لكن طبعا الواحد كان يتمنى ان الامور تعدي بسهوله، لان في الاخر ايا كان مين رئيس نائب او امين صندوق او عضو مجلس اداره ايا كان، في الاخر الجمعيه العموميه واختارت الناس دول عشان يسيروا امور النادي في الفتره القادمه. يعني مش اختارتهم عشان مش عشان حاجه، مش عشان يعني مش عشان حاجه تانية، يعني اختارت. فطبعا الواحد كان يتمنى، بالنسبه لي انا يعني، انا بتكلم عن نفسي، كنت بتمنى ان الموضوع كان ما يوصلش بهذا الحجم يعني. وفي نفس الوقت ان كان يعتمد مجلس الاداره، ويعتمد الناس المنتخبين يعني من الجمعيه العموميه في اسرع مما يمكن، زي بعض الانديه خلصوا انتخابات بعديها بيومين اعتمدوا القرار ودعوا الاجتماع مجلس اداره، وهيقعدوا في خلال الاسبوع، واحنا لسه محلك سر واقفين زي ما احنا. فطبعا كنت اتمنى ان الموضوع كان يبقى بشكل غير كده خالص، وبشكل احترام للجمعيه العموميه اللي جت. يعني النهارده لما حضرتك بتتكلم في 43600 عضو جم عشان يحددوا مجلس اداره للفتره القادمه، واحنا بعض الناس معترضه، لا مش عاجبهم الوضع. يعني طبعا حاجه. طيب هو في قضيه او مركز التسويه والتحكيم الرياضي هينظر في الموضوع بتاعك قبل يوم 24؟ يوم 20 صح؟ تمام. لكن برضو ده موضوع تاني يا كريم خالص. يعني انا بحب من برنامجك يعني ان نوضح للساده المستمعين ان الموضوع القضيه ده ملوش دعوه خالص باجتماعات مجلس الاداره. طبعا. ليه؟ لان انت خدت قرار بنزولك للانتخابات. خدت قرار منين؟ خدته من المحكمه. مش خدته من بيت واحد يعني. انت خدته برضو من محكمه قالت لا تنزل الانتخابات مفيش مشكله والقضيه شغاله. اوكي. يبقى النهارده انت المحكمه اذنت لك. انا شايف ان الخسران من الحركات يعني من الحاجات دي كلها نادي الزمالك واقف دلوقتي كده، الدنيا متجمده. بلا شك ان نادي الزمالك هو اللي بيتضرر. هنقعد بقى يعني في المشاكل دي كده، مش هنخلص من القصه دي يعني. بص يا كريم، انا كانت الانتخابات يوم 23 و24 تمام. قبل باب الترشيح ما يتفتح كان يوم 2/11. ايوه. من قبل الانتخابات ما تتفتح، معظم تصريحاتي بتقول ايه؟ كل الناس بتسال طب لو نفترض ان انت نجحت في عين العسال مع الاستاذ مرتضى، كنت بقول بالظبط اتمنى قائمتي تكون هي اللي موجوده، وده امر طبيعي جدا ان انا راجل شغال في قائمه، اتمنى قائمتي طبعا. ولكن اذا حصلت ان الجمعيه العموميه اختارت هاني العسال مع بعض الاشخاص او قائمه اخرى او واحد يجي من المستقلين، فخلاص لازم نحترم قرار الجمعيه العموميه، ولازم نتعامل مع بعض في اداره نادي الزمالك. ما هو يعني امال الناس اختارتنا ليه؟ يعني هو الوضع كان كده. فده كان تصريحاتي من قبل فتح باب الترشيح. طيب انت شايف ليه ان الاستاذ مرتضى يعني مركز معاك انت قوي؟ يعني انت الوحيد يعني حتى مع دكتور عبد الله جورج سعد قال لك لا دكتور عبد الله ابن النادي مفيش مشكله هعرف اتعامل معاه. يعني يا كريم هو الامور واضحه جدا. الواحد يعني انا من طبيعتي ما بحبش اعيد الكلام كتير، لكن الامور واضحه جدا ان اللائحه اتعملت واثنين نواب
وهاني نزل عن نائب، فاحمد مرتضى خسر الانتخابات، فالموضوع تحول الى قضيه شخصيه وليس قضيه مصير النادي وخدمه النادي. بس هي دي يعني ملخص الجمله اللي حضرتك بتقولها. لكن طبعا يعني مش هو ده اللي انا بتكلم فيه، ودايما ما بحبش ارجع لورا وما بحبش اتكلم في السلبيات. لكن الواحد يتمنى ان الامور تبقى منظمه اكتر من كده، مش عشاني انا، ما انا بالنسبه لي كإعلان العتال، ما انا في 2014 ما نزلتش الانتخابات، يعني مش اللي هو انا بسعى على منصب او بسعى ان انا اكون متواجد باي شكل او باخر. لا، انا مش بطبيعتي مش كده. طبيعتي الحمد لله اتربيت في نادي الزمالك ولعبت في نادي الزمالك وبخدم نادي الزمالك من قبل ما حتى اكون عضو مجلس اداره قبل كده في 2009. فالموضوع موضوع حب وانتماء يعني، مش اكتر من كده. فالنهارده انا كل اللي بتكلم فيه ان استقرار نادي الزمالك، لان انا حزين جدا ان نادي الزمالك يفضل بالشكل ده في الميديا وفي الاعلام وعلى السوشيال ميديا. يعني الواحد يتمنى ان الموضوع يبقى احسن من كده ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا طبعا استاذ هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك. وخلينا بقى نروح استاد السلام، مباراة الزمالك وحرس الحدود في استاد السلام في دور ال16 لبطولة كاس مصر. خلينا نسمع تشكيل الفريقين من زميلنا العزيز كابتن كمال جابر في ملعب المباراة. تشكيل الفريقين. كرة اف ام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، مستمعي شباب الرياضة كرة اف ام. كل التحية للكابتن كريم حسن شحاتة ونجمي مصر كابتن سامي شيشيني والكابتن جمال حمزة، زملائي في الإعداد هشام حسن وأحمد عبد العال، عمرو البدري، هندسة لواء دينا فايد في الإخراج. من هنا من استاد السلام حيث تنطلق بعد قليل أولى مباريات دور 16 لمسابقة كأس مصر لكرة القدم ما بين فريقي الزمالك وحرس الحدود. تشكيل الفريقين، نبدأ بفريق الزمالك: أحمد الشناوي لحراسة المرمى، اثنين مساكين محمود حمدي الونش ومحمود علاء، بيلعب وائل العجان في مركز الظهير الايسر، النهارده يوسف اوباما في مركز الظهير الايمن، اثنين ارتكاز على الدايره محمود دونجا وطارق حامد، بيلعب قدامهم ثلاثه يعني رزاق سيتي اللي كنا قلنا شمبوج، لكن الحقيقه رزاق سيتي هو اللي بادئ مع محمد ابراهيم مع احمد مدبولي، وراس حربه هو كسم. دي تشكيله فريق الزمالك. اما تشكيل فريق حرس الحدود فبيبدا النهارده الكابتن سامي قمصان بسامح علي لحراسه المرمى، اثنين قلبي دفاع محمد الشبيني وخالد سامي، في اليمين بيلعب حسن مجدي ظهير ايمن، وفي الشمال محمود يوسف، قدامهم اثنين ايضا على الدايره احمد حمزه فيليكس واحمد جمال، بيلعب قدامهم ثلاثه اسلام مسعود ومحمد عبد المنعم الاثنين الهفات، واسلام عادل بيلعب تحت بنجوره داوود اللاعب الغيم. طاقم التحكيم للقاء اليوم: كابتن محمود عاشور بيساعده الكابتن احمد السلاوي وسامي هلال، حكم الرابع كابتن مصطفى عثمان. اعتبارا من دور 16 هيعمل بالحكم الخامس، موجود النهارده اثنين: كابتن عوض سعفان والكابتن احمد الدليل كحكم خامس في هذا اللقاء. اللقاء سينطلق في تمام الساعه 7 بمشيئه الله حتى بدايه احداث الشوط الاول. نكون معكم من هنا من يوم السبت القادم ان شاء الله. 23 لعيب في قائمه وادي دجله. كابتن طارق العشري اختار محمود رضا ومحمد عبد المنصف وخالد وليد في حراسه المرمى، احمد الشناوي ومحمد انور واحمد العش واسامه عزب ومحمد هلال، حسام عرفات، كريم بدير، محمد هشام، محمد عبد العاطي، احمد رؤوف، محمود مرعي، يوسف اوتارا، السيد سالم، بسام وليد، محمد محمود، عمرو طارق، محمد حسن والسيد سالم واحمد سمير وماكوسو. دول خلي بالكم 23 لعيب في وادي دجله، ودجله موقفه خطر جدا 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 في بطوله الدوري. دجله في المركز ال16 يعني معرض للهبوط من الثلاث فرق اللي تحت. وعندهم ماتش جامد مع المصري في الكاس ان شاء الله يوم السبت اللي جاي. غضب ما بين لعيبه الاسماعيلي بسبب المكافآت. المكافآت ما اتصرفتش بتاعه الاسماعيلي، فاللعيبه زعلانه. بس طبعا عايز اقول لكم حاجه، يعني لعيبه الاسماعيلي بصراحه يعني ليكم مكافآت فوز والكلام ده، لكن انتوا بتتعادلوا مع بتروجيت على ملعبكم وعايزين تنافسوا على الدوري، يعني المفروض ما تطلبوش المكافآت بصراحه. هم طبعا الاسماعيلي كسب الداخليه ووادي دجله وسموحه، فكان برضو لازم برضو عشان نبقى محقين اداره الاسماعيلي برضو يعني تصرف المكافآت اول باول، او تخلي حتى مكافاه واحده مستنيه، لكن هم ليهم 3 مكافآت. فلما جم اتعادلوا مع بتروجيت فالاداره قالت لهم لا بقى الملك الاول وبعدين نصرف لكم المكافآت. طبعا الاسبوع الجاي الزمالك والاسماعيلي في استاد القاهره ان شاء الله.
المصري بيبلغ الاتحاد الافريقي الكاف بخوض لقاءاته على الكونفدراليه، خوض لقاءاته في الكونفدراليه على استاد بورسعيد. انتوا عارفين النادي المصري البطوله القادمه ان شاء الله في شهر فبراير الكونفدراليه هيشارك، النادي المصري هو تاني الكاس فهيلعب كونفدراليه. المصري عايز يلعب ماتشاته على استاد بورسعيد، فالمصري بيبلغ الاتحاد الافريقي ان هو هيلعب ماتشاته على استاد بورسعيد. هنشوف بقى الكلام ده ايه. اتمنى والله ان المصري يلعب بقى على استاد بورسعيد، يعني خلاص الامور تبقى طبيعيه باذن الله بالنسبه للنادي المصري حتى لو على المستوى الافريقي كبدايه يعني. طيب عصام الحضري يطالب الاتحاد السكندري ب 600,000 جنيه. انتوا عارفين ان عصام الحضري لعب فتره صغيره كده في الاتحاد السكندري وليه مستحقات متاخره، فبيطالب الاتحاد السكندري ب 600,000 جنيه. الاسماعيلي هيستغنى عن كمارة في شهر يناير القادم. كابتن أسامة عرابي شغال بقى مع نادي طنطا وبيحاول يجهز الفرقة للقاءات القادمة في بطولة الدوري، طبعا بعد رحيل الكابتن خالد عيد من تدريب طنطا. أحمد عبد الظاهر لاعب المقصة بيطلب الرحيل من المقصة بسبب تجاهل الجهاز الفني ليه. كابتن عماد سليمان ما بيشاركوش في الماتشات، فأحمد عبد الظاهر زعلان. امبارح كانت طبعا اولى لقاءات بطولة كاس العالم للأندية، وكنا متابعين المباراة مع بعض في كرة اف ام امبارح. وقدر طبعا نادي الجزيرة الاماراتي اللي هو مستضيف البطولة ان هو يفوز على فريق اوكلاند سيتي بطل نيوزيلندا وبطل الاوقيانوس 1-0، وكده الجزيرة بيصعد عشان